السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان حزب النور السلفي بداية السقوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذا تسجيل بسميه إلى حزب النور السلفي بقيادة الأخ عماد عبد الغفور، نادي البكار، يسري حماد. دي بداية السقوط ليكم، انتبهوا. صدق الله القائل سورة التوبة: ألا في الفتنة سقطوا. ده بداية السقوط. ايه الكلام الخايب اللي طالعين بيه ده؟ ايه الكلام ده؟ وسائل الإعلام جايبة استعداد الحزب، حزب النور السلفي اللي بيمثل السلف الصالح، استعداد الحزب للجلوس مع إسرائيل وفق شروط معينة، وأنه لا توجد أي مخالفة شرعية في ذلك. لسه بتتكلموا في الشرع والدين وبتتكلموا في الأدلة وتتجاوبوا مع الكيان الصهيوني. ايه وفق الشروط دي بقى؟ عايز اعرف يعني ايه الشروط دي. هو يمكن شرط واحد هحترمكم فيه لو عملتوه: الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرير المسجد الأقصى بس. وبعدين عايزين تقعدوا معاهم، اقعدوا شوفوا عايزين ايه، لكن ده الأساس، ده الأساس من قبل ما تقعدوا. للأسف دكتور عماد عبد الغفور بيسألوه، بيقولوا وسائل الإعلام هناك في تل أبيب بتقول إن إسرائيل عندها رغبة في إجراء اتصالات بحزب النور اللي حصل على 25% في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات. سيادته يرد يقول لم يأتيهم طلب بذلك الخصوص. ما شاء الله. طب ولو جالكوا؟ وبعدين بيقول لكنه يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية المصرية. يعني الكيان الصهيوني، اليهود اللي محتلين أرضنا ومحتلين المسجد الأقصى، بيقتلوا في أبنائنا، عايزين يقعدوا معاهم. وده بيقول لك من خلال وزارة الخارجية. طب وزارة الخارجية قالت لك روحوا اقعدوا معاهم، هتعملوا معاهم ايه؟ اسمع يا سيدي قبل ما يقعدوا بيقولوا ايه. وعقب حماد بيقول بأن مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها. شايف الكلام؟ كلام واضح، كلام واضح. لازم نحترم المعاهدة البطلة اللي عملها السادات عليه من الله ما يستحق وضيع بيها حقنا. المعاهدة البطلة لسنة 79، معاهدة كامب ديفيد، دي نحترمها. نحترم ناس بيحتلوا أرضنا وعارفين كلنا خيانة السادات المجرم. ولذلك الجماعة الإسلامية في أيامها قتلوه واعتبروه مرتد عن الإسلام، ورجعوا بعد كده انتكسوا وقالوا ده احنا قتلناه خطأ وكان شهيدا، وقال صاموا شهرين. المهم يعني مش دي القضية. القضية الخيبة ان مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها. وبيقولوا ان ده مش رأي شخصي لدكتور عبد الغفور، برضه بيعبر عن سياسة الحزب، وهذا ما أكده القيادي نادر بكار. اسمع تاني يا سيدي. الدكتور عماد عبد الغفور بيقول انه يجب احترام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وان نطلب تفعيلها. فهناك بنود كثيرة من معاهدة السلام لم يتم تفعيلها، زي حل القضية الفلسطينية. هي القضية الفلسطينية قضية عايزة حل ايه الحل في القضية الفلسطينية؟ واحد محتل أرضنا ومحتل المسجد الأقصى، نحلها ازاي دي؟ برضه لسه من المباحثات واللقاءات. وحق تقرير المصير ما شاء الله، والحكم الذاتي ما شاء الله، ودولة فلسطينية على تراب فلسطيني. اوعى تقول لي في حدود 67، اوعى تقول لي في حدود 67 والخيبة دي. امور كثيرة يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب الفلسطيني بان استفاد من العملية السلمية. اخص على الكلام، عملية سلمية ما شاء الله. انتوا لسه في السلمية وحياتكم كلها سلمية، امال الجهاد هيبقى فين؟ نذكركم بكلام ابو العبد الاخ هنية. قال القائد اسماعيل لن نعترف باسرائيل. روحوا انتوا بقى اعترفوا بيها واقعدوا معاها وقولوا لي العملية السلمية والكلام الخايب، الكلام الخايب بتاع عباس المحتاس بتكرروه للأسف. وكمان الخيبة بقى. ولم يستبعد رئيس حزب النور مراجعة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل، لكنه أكد على أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أنا مش عايز أقول إسرائيل، هم اللي بيقولوا، لكن هو اسمه الكيان الصهيوني، تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي. مصلحة مصر كلام عايم. إيه مصلحة مصر يعني؟ يعني ممكن تكون مصلحة مصر في أن اليهود يحتلوا أرضنا ويحتلوا المسجد الأقصى ونقول هي دي المصلحة بتاعتنا،
اسمع يا سيدي كمان الدكتور عبد الغفور بيقول: نحن نؤيد كل ما فيه مصلحة لمصر وللعالم العربي، وأنت لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة. شوف بيقول لك إيه؟ لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة لأن السياسة عبارة عن متغيرات. يا حبيبي أنت ما فهمش في السياسة لسه. السياسة تعرفها في الإسلام المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. لا، هو بيقول لك السياسة عبارة عن متغيرات مع أي دولة سواء إسرائيل أو غير إسرائيل. هذه السياسة متغيرة وتقوم على المصالح. يعني هنمشي حسب المذهب المكيافيلي بقى: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. ودي المصيبة الكبيرة، دي المصيبة الكبيرة. ونسمع بقى دلوقتي في تل أبيب بيقول لك: كشف مسؤول دبلوماسي إسرائيلي على أن السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة يعقوب عميتياي ده سيحاول فتح قنوات اتصال مع المسؤولين الإسلاميين في مصر، ومن بينهم ممثلون للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي. يا إخوة الله يكرمكم، المعاهدة اللي عملها السادات معاهدة باطلة. واوعى بقى اسمع واحد يقول لي بقى زي ما قال شيخ الازهر القديم عليه من الله ما يستحق، ان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهده مع اليهود اللي كانوا موجودين في المدينه، يهود بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظه، فاحنا كذلك جائز ان احنا نعمل معاهم معاهده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل المعاهده مع الثلاث انواع من اليهود بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظه، لان هو جه عليهم وهم كانوا موجودين قبله في المدينه المنوره بمئات السنين، وهو جاي بدين جديد الاسلام، فعمل المعاهده لان هم خايفين. قال لهم خايفين من ايه؟ التعايش السلمي، عدم الاعتداء، الدفاع المشترك. ده اللي عمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي النهارده تقول لي ان نعمل معاهده معاهم، ما تعملش معاهده مع واحد محتل ارضك، لانك كونك تقول ان انا بعمل معاهده مع واحد محتل ارضي ومحتل المسجد الاقصى بتاعي، فهذا اقرار منك واعتراف منك بيه بالعدو. انما اللي عايز يعمل معاهده بعد ما تحرر ارضك، بعد ما تحرر المسجد الاقصى، نشوف عايزين ايه. ولا لسه اخواننا السلفيين مش حاسين ان المسجد الاقصى محتل؟ مش حاسين ان فلسطين الحبيبه محتله من 48 وانت طالع، لما نزل العلم البريطاني وطلع العلم الصهيوني؟ لسه هنقول بقى المعاهده، لسه بقى هنقول معاهده ونحترم المعاهدات والسلميات. ما هي دي بدايه السقوط. ربنا يستر، ربنا يستر علينا في المرحله اللي جايه. والله العظيم دي فضايح فضايح. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يثبتنا على الحق يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجدي غنيم 20/12/2011.